السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل معانا وجبه كل الاطفال بتحبها، كل الكبار بيحبوها، وجبه جميله جدا. هنجيب صدر بانيه مخلي زي ما حضراتكم شايفين، مخلي من العظم. تمام. هجيب معايا بيضه، هجيب معايا ملح، هجيب معايا دقيق، شويه دقيق. هجيب معايا توابل. التوابل دي بتبقى مشكله يا جماعه، زي بصل بودر، توم بودر، كزبره، كمون، فلفل اسود. كل حاجه انا بشكلها فيها. وبرده مش هستغنى عن الفلفل الاسود لوحدي، اهو الفلفل الاسود اهو. دي اول خطوه معايا يا جماعه. استنوني الخطوه التانية، طريقه العمل ازاي. كده انا هبدا احط البانيه في الكبه. الخطوه التانية. تمام. هكسر البيضه معايا كده. تمام. هنزل احط دقيق، هنزل بالدقيق. تمام معايا كده. فلفل اسود. تمام. كل المقادير قدامكم يا جماعه. طبعا الاكله دي بتبقى عامله زي الزنجر، عامله زي كنتاكي. حطيت البهارات كلها. تمام كده زي ما انتم شايفين. هبدا بقى بصوا، هنشغل عليها الكبه كده. تمام. الخطوه الثالثه، جبنا المقرمشات دي من عند العطار زي الفيجيتار. جبنا فيجيتار سايب، حطيت فلفل وملح وشطه للي بيحبوا الشطه، واقلبهم مع بعض كده كلهم حلو كده مع بعض. يبقى انا حطيت كده مكونات ايه المقرمشات دي. المقرمشات دي يا بنات بتيجي من عند العطار زي الفيجيتار. جبت الفيجيتار الناعم. حطيت فلفل، ملح، شطه. اللي بيحب الشطه، مش انتي مش حابه الشطه خلاص عادي ممكن تستغني عنها. وهبدا امسك من الكبه حته كده كده، وهنزل بقى في الصينيه كده زي ما انتم ما شايفين كده كده، زي ما انتم ما شايفين كده كده. ببططها كده شكلها في الزيت. ده بقى الشكل النهائي بتاعي. بجد يا بنات جربوها، طعمها تحفه جدا. وكمان بقى مجهزه معاها الكاتشب، ومجهزه جنبها طبق مكرونه اسباجيتي، بيكون نهايه الاكله بتبقى جميله جدا.